وليلى عند النافذة يراقبان السماء في آخر ليلة من شهر رمضان المبارك. قال زيد بنبرة هادئة: سأشتاق لصوت المسحرات وجمعة العائلة حول مائدة الإفطار. ابتسمت ليلى وهي تشير إلى السماء وقالت: نعم يا زيد، لكن انظر إلى ذلك الهلال الصغير، إنه يحمس لنا بأن العيد قد اقترب، حاملا معه البهجة والمفاجآت السعيدة. انتقل زيد وليلى إلى المطبخ، حيث كانت رائحة الكعك الشهية تملأ كل زاوية. بدأ بمساعدة والدتهما في تزيين قطع العجين الصغيرة. كان زيد يضغط بالقوالب ليصنع أشكالا جميلة، بينما كانت ليلى تنثر السكر الناعم بخفة كأنه رقاقات ثلج بيضاء. ضحكا معا وهما يشعران أن تعب الصيام قد تحول الآن إلى فرحة غامرة بالتحضير ليوم الجائزة. في غرفتهما كانت الملابس الجديدة مرتبة بعناية فائقة. وضع زيد قميصه المكوي بجانب حذائه اللامع، بينما قامت ليلى بتنسيق شريط شعرها الملون مع فستانها الجديد، شعرا بحماس كبير وهما يتخيلان لقاء الأصدقاء والأقارب في صباح الغد. قال زيد: سأستيقظ مبكرا جدا لنذهب إلى المسجد ونردد تكبيرات العيد بأعلى صوتنا. أشرقت شمس يوم العيد، واستيقظ زيد وليلى على أصوات التكبيرات التي تملأ الحي. ارتديا ملابسهما الجديدة وتعطرا، ثم تبادل الأحضان والتهاني في وسط غرفة المعيشة المزينة بالبالونات الملونة. كانت الفرحة تلمع في أعينهما، وهما يدركان أن جمال العيد يكتمل بمشاركة الحب مع الجميع. لقد كان رمضان شهرا رائعا، والعيد بداية لبهجة جديدة. متابعة واشترك في القناة.